موعد مباراة ريال مدريد اليوم امام مارسيليا والتشكيل المتوقع. بس قبل اي حاجة، لو انت مهتم باخبار نادي ريال مدريد اعمل اشتراك دلوقتي في القناة عشان يوصل ليك كل جديد. ريال مدريد بيفتتح مشواره في دوري ابطال اوروبا الليلة. الملكي بيستضيف اولمبيك مارسيليا على ملعبه الاسطوري سانتياغو برنابيو في الجولة الاولى من مرحلة المجموعات. ريال مدريد هو ملك البطولة التاريخي ب15 لقب، لكن ودع الموسم اللي فات من ربع النهائي قدام ارسنال، فالجماهير كلها مستنية بداية قوية تعوض الاحباط. مباراة النهاردة هي اول خطوة من 8 مباريات ريال مدريد بقيادة تشابي الونسو في دور المجموعات. الملك هيواجه على ارضه كمان يوفنتوس ومانشستر سيتي وموناكو، وخارج ارضه عنده رحلات صعبة ضد خيارات الكازاخستاني وليفربول واولمبياكوس وبنفيكا. اما عن التشكيل المتوقع فهو ناري. في حراسة المرمى العملاق كورتوا، في الدفاع الكسندر ارنولد وميليتاو ودين هويسن والفارو كاريراس، في خط الوسط شاوميني فالفيردي واردا جولر. اما في الهجوم فينيسيوس جونيور، كيليان امبابي، الموهبة الشابة فرانكو ماستانتونو. اما عن توقيت المباراة فصافرة البداية هتبقى الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية على ملعب سانتياغو برنابيو، والمباراة منقولة حصريا على بين سبورت HD1 بتعليق حسن العيدروس. هل هيبدأ الملك حملة اللقاء بانتصار قوي؟ قولوا لنا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتراك في القناة عشان يوصل ليكم كل جديد. كان معكم حسن سعيد.